الناس اللي كانت. وجه الدور النهارده على معلومه جديده مهمه ومفيده. لوحه التقطيع او اللي بنسميها البلانشه، سواء المصنوعه من الخشب او البلاستيك، يا ترى انهي افضل؟ ويا ترى برضو انهي اللي بتعيش معايا مدى الحياه من غير ما تبوظ؟ وكمان ازاي اقدر احافظ عليها من اي روايح؟ قبل اي حاجه وانت بتشتري لوحه التقطيع دي بلاش تتغر في الاشكال الجديده الترندي على حساب الجوده. يعني لو هتشتري البلانشه الخشب لازم تشتريها من نوع الخشب الزان النظيفه اللي مع الوقت والاستخدام عمره ما بيظهر عليه اي تشققات من كتر التقطيع، اللي بعد كده بتتكون جواها بكتيريا مش بنشوفها. والنوع ده من البلانشات سعره غالي مقارنه بالانواع التانية. النوع التاني البلانشه البلاستيك، ودي بقت منتشره عندنا كلنا، ودي وانا بشتريها اتاكد انها مصنوعه من البلاستيك الصحي، وده اللي بيبقى مكتوب عليه رقم 5 وتحتها مكتوب BPA فري. ويا ريت بلاش تشتري النوع اللي مش مكتوب عليه اي ارقام خالص. كمان مهم جدا انه يبقى عندك على الاقل 3 انواع من البلانشات، تخصص واحده لتقطيع الخضار، واحده للفواكه، وواحده للحوم والفراخ، وده علشان ما نساعدش البكتيريا انها تتنقل للخضار او الفاكهه. طريقه غسلها، وده عن طريق ان انا احط عليها شويه بيكربونات الصوديوم وخل وادعكها كويس قوي، وبعد كده اشطفها واغسلها. كمان ممكن تستخدم نص ليمونه مع ملح وتدعك بيها البلانشه، وبرضه هيديك نفس النتيجه. الطريقه دي يا ريت تكررها كل اسبوع او اسبوعين على لوح التقطيع بتاعتك عشان نمنع تكون اي بكتيريا او روايح غير مرغوب فيها. يا ريت كمان نبعد عن لوحه التقطيع الازاز لانها للاسف مش عمليه خالص وممكن تتكسر في اي وقت، وكمان بتخلي السكين بتاعتك مع الوقت ما تبقاش حاميه. ولو انت عندك بلانشه بلاستيك وكترت عليها تشققات نتيجه التقطيع وعندك بقالها فتره طويله، يبقى الافضل انك تنظفها بالطريقه اللي قلنا عليها بعد كل استخدام ليها علشان نتفادى ظهور اي روايح. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. ما تنساش الشير واللايك الجميل. سلام عليكم.